يا مساء الخير. رغم ان انا بطلت اتفرج على قناه النهار، الا ان انا النهارده بما ان انا رجعت بدري شويه من الشغل، ما كانش عندي شغل كتير يعني. آه، شفت الاستاذه مفيده شيحه تاني، والاستاذه سهير جوده. فكانت الاستاذه مفيده بتتكلم عن ازاي المواجهه اللي جايه عندنا في كاس العالم قدام ايران، وان في جدل كبير على السوشيال ميديا لان دولتين عربيتين هيخشوا مع بعض المنافسه يعني. واي نعم كلامها هي الكلام ده هي هي اللي بتقوله. اي نعم ايران دولة عربية، بس احنا معلش يعني المنتخب بتاعنا يفوز. ايران دولة عربية يا بات. ايران دولة عربية. طبعا سهير حاولت تصحح لها المعلومة من غير ما تحرجها يعني، وقالت لها ايران دولة اسلامية بس احنا كمان منتخبنا قوي ونقدر نفوز. طيب، اخطاء الاستاذة مفيدة شيحة التي لا تنتهي. وده مش يعني مش خطأ كده بالكلام وهي اتلخبطت في الكلام ولا لا، لان هي بتقول على السوشيال ميديا في لغط كبير ان يعني دولتين عربيتين هيتقابلوا، وهي ايران دولة عربية، هي فاهمة ان ايران دولة عربية. وافتكرت طبعا يعني خطأ ساذج واهبل يعني، انما انا افتكرت مفيدة شيحة وهي بتعرف عن نفسها في واحدة من البودكاست او حاجة، او حتى على البرومو بتاع النهار. فبتقول مفيدة شيحة مذيعة ولا اقبل النقد، ولا اقبل النقد. وهي دي النتيجه، هي دي النتيجه لما تكون انسان ما انتش فاهم ومقدر قيمه النقد. ان قد ايه الناس ما بتقدرش تتطور ويحصل لها تطور في حياتها من داخلها من جواها غير لما تعرف اخطائها. احنا بشر كلنا بنغلط وكلنا عندنا اخطاء، ومفيش حد، ما احناش ملايكه يعني. ومفيش حد فينا يعني الانسان الكامل. يعني الأئمة يقول لك رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. فأنت ليه يعني إنسان الذي لا يتقبل النقد الحقيقة إنسان ناقص وجاهل ومش فاهم. والبشر دي بيبقى يا عيني مش قادرة تتقبل إن هي ما تشوفش غير نجاحها في تصفيق الآخرين، وفي ثناء الآخرين عليها. هو ده النجاح بالنسبة لهم. ودول ما عندهمش ثقة في نفسهم، لأن الحقيقة النجاح مش كده. لأن معظم الناس اللي بتسقف لك أو بتثني عليك هم يا إما مش فاهمين، يا إما مغرضين، يا إما بيجاملوك. هي مفيش حاجة تستاهل الثناء يعني. انما الانسان اللي بينقدك بجد يقول لك خلي بالك انت بتغلط هنا، هنا بقى تقدر تتطور. ليه الشركات العالميه بتعمل زمان كانوا بيعملوا صندوق للشكاوى والمقترحات، وليه دلوقتي بيعملوا استطلاع راي؟ انا دخلت من كام يوم سوبر ماركت اشتريت حاجات 20 درهم، اللي هو يعني حاجه كده بتاعت 7 8 دولار. بس خرجت من السوبر ماركت بعتوا لي رساله على الواتساب، لينك لتقييم السوبر ماركت. انت ايه رايك، وايه رايك في الخدمه، وايه رايك في ترتيب الحاجه، وايه رايك في... لو انت ما شفتش الناس اللي بتنتقدك وشفت الناس اللي عندها اللي هي بتقول لك انت غلط، هتفضل طول عمرك غلط. يعني لما تكون واطي ويجي حد يقول لك حضرتك واطي يا فندم، السلوك اللي بتعمله ده سلوك ناس واطيه، تشكره. لان انت لو ما قالكش انت واطي وهتفضل طول عمرك تنتهج وتسلك هذا السلوك، هتفضل طول عمرك واطي. لما حد يقول لك حضرتك جاهل ولازم تهتم شويه بمعلوماتك الثقافيه، لو ما اهتمتش وما سمعتش الكلام هتفضل طول عمرك جاهل. فالنقد شيء مفيد جدا اكتر من المدح. الناس التي لا تقبل النقد الحقيقه ناس جهله وظالمه نفسها كثيرا جدا جدا جدا. يجي واحد يقول له انت دي المعلومه دي، يقول لك تسمعش، شوف مين اللي بيقولها، انت مالك من اللي بيقول، انت مالك ومال اللي بيقول، انت شوف اللي قاله لك الجمله اللي قالها لك دي صح ولا غلط. نفس الشيء كان مصطفى حسني اعتقد ولا كده بيقولوا مش عارف، حد بينتقده قال له شوف يا عم، شوف مين اللي بيتكلم، شوف مين اللي بيتكلم ايه. على فكره بقى، مثاليه النصيحه لا تستوجب بالضروره مثاليه النصح ابدا. يعني ممكن واحد اقل ما يكون او ابسط ما يكون ويقول لك جمله في منتهى القوه والعمق، ويكون هو ما يعرفش غير الجمله دي يمكن، او ربنا فتحها عليه بيها. فقصه ان اللي يقول لك كان برضو
يعني الناس اللي انتقدتها كثيرا، يعني الدكتور حسام وافي استضافوه مره في واحده من البرامج، فبيقول له في بعض الاطباء بيقولوا ان حتى معلوماتك الطبيه فيها اخطاء. قال لك اللي بيتكلم دوت استاذ زيي ولا استاذ زيك ايه؟ الحقيقه هذا النوع من البشر نوع مصمم يبقى جاهل، الذي لا يقبل النقد ليس له سبيل في التطور. اشكركم على المتابعه، ما تنسوش تعملوا لايك وشير على فيسبوك وتيك توك، سبسكرايب على اليوتيوب. انا عمرو محمود، ودول كلمتين من القلب. مساء الخير.